الا كنتي باغي تبدل حياتك، انا ما خاصكش دير بزاف ديال الحوايج، غير خاصك تبدا من هنا. بزاف ديال الناس باغيين النجاح، باغيين يتبدلوا، ولكن كيبقاو غير كيهضروا وما كيبداو حتى حاجه. المشكل ماشي في الامكانيات، المشكل في البدايه. ديما كتكون البدايه دايره بحال واحد الحمل ثقيل على الانسان، عنده بزاف ديال الامكانيات وباغي يدير بزاف ديال الحاجات، يحقق احلامه ويعيش الحياه اللي كيبغي، ولكن تالف ما عرف ما يدير. كيبقى غير كيفكر والحياة غادة حتى كيلقى عام جديد وما دار والو في العام اللي قبل منه. أنا هنا كنوعدك من مور هاد الفيديو غادي تكون عارف الطريق الغدي تمشي فيها وتوصل لداكشي الباغي. ما تنساش واحد سبسكرايب ومرحبا بك. يلا نبداو. عندك جوج حوايج كنوعدك إلا طبقتيهم غادي تبدل حياتك. أول حاجة، الحياة ما كتبدلش بين نهار وليلة. ما يمكنش ليك تنعس تفيق تلقى ديك الحياة الباغي. الحياة كتبدا بحال الدار، كتبدا من الساس، والساس في الحياة هو العقل. خاصك تبني عقلك بأفكار جديدة ومعلومات جديدة، وتشد داك العقل تبنيه مزيان، ماشي بالسيمة لا، بنيه بالمعلومات. حاول أخي وأختي تستثمر في راسك، ما تبقاش غير عايش ما عندك لا أهداف لا والو. وخا أنا عارف راه ما كاينش لا ما عندوش أهداف وأحلام، ولكن حاول ولو غير خطوة صغيرة باش تبدا، وعمر لي داك العقل بالمعلومات المفيدة. تعلم شي لغة جديدة، تعلم تكلم مع الناس باش يكون عندك حضور قوي في أي مكان. وإلا جينا نشوفوا الواقع غادي نلقاو أن أي تغيير كبير في الحياة كيبدا من نقطة واحدة، طريقة التفكير ديال الشخص. ولهذا السبب الإنسان إلا بقى كيعيد نفس السلوكيات اليومية، نفس المحتوى، نفس العادات، نفس البيئة، غالباً غادي يبقى نفس النتائج. دابا ندوزو الخطوة الثانية. دابا ملي بديتي كتجمع معلومات جديدة وكتعلم حاجات مفيدة، المرحلة اللي من بعدها هي الأهم. كيفاش تحول هاد المعلومات لنتائج في الحياة ديالك؟ وهاشنو خاصك دير عملياً؟ طبق مباشرة ما تعلمتيه. أي حاجة كتسمعها ولا كتقراها ما تخليهاش غير في العقل. تعلمتي فكرة جديدة، طبقها في نهارك دابا، حتى ولو غير بنسبة صغيرة، حيت المعرفة بلا تطبيق يساوي معلومات غير مفيدة. دير معلومة وحدة في اليوم، ماشي ضروري تتعلم بزاف. خد فكرة وحدة كل نهار وطبقها. طريقة تفكير جديدة، عادة جديدة كاملة. شارك المعلومة مع شي حد. إلا شرحتي لشي واحد شنو فهمتي، العقل ديالك كيتأكد أنه هتوعبها مزيان. حتى إلا ما لقيتيش شي حد تقدر تهضر مع راسك. وفي الأخير إلا طبقتي هادشي كنوعدك حياتك غادي تبدل 160 درجة. إلا رجعنا لنفس الفكرة اللي بديت بيها، غادي نلقاو أن التغيير ماشي سر كبير ولا حاجة صعيبة، راه غير خطوات صغار ولكن كيتعاودوا كل نهار. الناس اللي كتشوفهم اليوم وواصلة لنتائج كبيرة ما بداوش دفعة وحدة، بداو بنفس النقطة اللي انت فيها دابا. فكرة، شك، وبداية صغيرة. الفرق الوحيد هو أنهم ما وقفوش. وإلا فهمتي هادشي مزيان غادي تعرف أن السؤال الحقيقي ماشي كيفاش نبدل حياتي، ولكن السؤال هو واش غادي نبدا اليوم ولا غادي نبقى نأجل. حيت نهار اللي كيبدا فيه الإنسان حتى ولو بخطوة صغيرة راه فعليا دخل في طريق التغيير. وما تنساش العقل ديالك هو اللي كيقرر فين غادي توصل، ولكن الخطوة الأولى ديما كتبدا منك. إلا وصلتي لهنا راك من الناس اللي كيبغيو يفهموا فعلا ماشي غير يسمعوا. نتلاقاو فيديو جديد، ما تنساش واحد سبسكرايب ولايك باش يوصل لك كل جديد. بإذن الله، مع السلامة.